يسعد لي أوقاتكم بالخير والنور والسرور. اليوم بدنا نعمل مع بعض صلصة الطحينية أو التراتور بطريقة مميزة جدا وطعمها خيال. بتستخدموها مع الفلافل بالسندويشات أو جنب المشاوي أو جنب أي شيء أنتوا بتحبوه. تعالوا نشوف مع بعض طريقة التحضير. معي كوباية من اللبن الزبادي، عليهم 3/4 كوباية من الطحينة، ونص كوباية من عصير الليمون، وربع كوباية من المي الباردة، وبنخلطهم بالمشبك اليدوي كتير منيح حتى المكونات كلها تتجانس مع بعض. بضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح وسن توم مهروس ونخلطهم مع بعض. بعد هيك بضيف عليهم تقريبا مقدار كوبايتين من البقدونس المفروم وحبتين بندورة متوسطة الحجم تقريبا مفرومة، ونخلط المواد كلها مع بعض. طبعا المي في البقدونس في البندورة حترخي مع الطحينة، وأنا هون إضافة اختيارية من عندي حطيت زيت زيتون تقريبا 3 كوب زيت زيتون وبس، وخلطتهم مع بعض. وهاي كانت وصفتنا لليوم للتراتور. إذا عندكم أي تعليق أو سؤال يا ريت حطوا لي بتعليقات أسفل الفيديو. إذا عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوا دعمكم للقناة بلايك وشير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد، وصحتين وعافية على قلوبكم جميعا.